اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم. اليوم نلتقي من ملعب سانتياغو برنابيو حيث تشاهدون الأجواء المميزة وتتابعون المباراة التي تلعب في طقس جميل ورائع جدا. محدثكم فارس عوض سيكون معكم في تغطيات لمجريات هذه المباراة. ولقاء اليوم يأتي ضمن مرحلة المجموعات في بطولة الشامبيونز ليج. الملكي ريال مدريد في مواجهة البايرن ميونخ. من المهم جدا الثبات على المستوى في دور المجموعات وعدم إهدار النقاط، لأن ليس هناك فرص كثيرة للتعويض، ولا بد أن تكون مدركا لقيمة كل مباراة ونقاطها، لأن في النهاية جمع هذه النقاط يفيد في الاستمرار في البطولة. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. في المرمى يتواجد كورتوا، دافيد ألابا يلعب بجوار روديجر في الخط الخلفي، توني كروس يبدأ مع لوكا مودريتش في منتصف الملعب، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. سيرجي جنابري، البايرن يحاول استغلال أطراف، لا ينجح في ترجمة هذه المحاولة. كرة بتتخلص في هذه اللحظات. لوكا مودريتش، صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. لا شك بأن تواجد بنزيما يرفع من مستوى التوقعات لدى الجماهير. نحن هنا نتحدث عن قدرة كبيرة على إنهاء المحاولات، الفينش أمام المرمى، الحديث بالتأكيد عن من يتوج مجهود المجموعة بالكامل ويشكل تهديد دائم ومتواصل. مودريتش، سيرجي جنابري، تدخل ناجح على الكرة. ريال مدريد يستعيد الكرة. هذه كرة هدف الآن. انتهت الخطورة. سومر ينقذ المرمى بالهدف محقق في الكرة الماضية. ركنية في منتصف ال 18 من توني كروس. الخطورة ما زالت قائمة في هذه اللحظات. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. لوروا الثاني، وصلت عند ديفيز، ممكن يسجل التقدم الآن. تدخل حاسم هنا، يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الفريق الآخر. يا الله، كانت قريبة الكرة، مرت على العارضة. حلوة التسديدة، كانت لا تصد ولا ترد، لكن لم يحالف التوفيق، أبعدها عن المرمى بكل تأكيد. يفقدها فيني. بنزيما، كرة خطيرة لبنزيما، راعي سومر في التصدي. ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن. غوريتسكا، استغلال ممتاز للأطراف من الفريق البافاري، لكن هنا تنتهي هذه الفرصة. كان ممكن البحث عن حلول أفضل.
الضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، ما في تسرع حتى الآن بالرغم من التعادل. موسيالا تألق في إبعاد الكرة. الكرة بتروح من ريال مدريد. مرور ناجح من لورو سانيه. رمية تماس للميرينجي. فالفيردي يتدخل وينجح في استعادة الكرة. تقدم للأمام، قد نشاهد فرصة خطيرة لو نفذت بشكل سليم. الضغط العالي ينجح، قد تصبح فرصة خطيرة. تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. وفي المرة الثانية تدخل المرمى. حارس المرمى في قمة الإحباط من غياب المدافعين. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. الدفاع يعترض الطريق. كرة تصطدم وضربة ركنية مشاهدينا. استمع إلى أصوات الجماهير ترتفع في هذه اللحظات، تشجيع الفريق للعودة في النتيجة. الكرة بتروح من جانب موسيالا. الشوط الأول يلفظ أنفاس الأخيرة هنا، وريال مدريد يتأخر في النتيجة لكنه بالتأكيد لم يخسر بعد المباراة. يجب أن يكون هناك شراسة هجومية أكبر، استغلال الفرص التي تتاح أمام المرمى بشكل أفضل، الخروج بشكل سلبي يوضح مشكلة الفريق في هذا الشوط. يبحث عن المساحات المتاحة في هذه اللحظة. الحارس يسيطر على هذه الكرة بدون مشاكل. شوط أول ينتهي هنا في ملعب. وينطلق الآن الشوط الثاني من المباراة الأولى لدوري المجموعات في دوري الأبطال. ضاعت الكرة هنا. البايرن يحاول استغلال الأطراف. الهجوم ينتهي بدون خطورة تذكر. وصلت إلى موسيالا. خيارات متاحة أمام توني كروس للعب. رمية تماس بعد تدخل واحتكاك. بيرلا ميندي يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. تنتهي الخطورة هنا. تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. قرار سليم من الحكم باستمرار الكرة مع بايرن ميونخ. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. والحارس يتصدى للتسديدة. والركنية لمصلحة البايرن. من الممكن بأن نشاهد من خلالها هدف تأمين النتيجة. ليرو ساني وصلت إلى غوريتسكا. تتحول الكرة للفريق الآخر. توني كروس. كرة تصل إلى مندي. عرضية لبنزيما. يتدخل وينجح في إبعاد العرضية. كيميتش. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. يجب مواجهة الهجوم المرتد بالعودة السريعة. ضاعت الهجمة المرتدة والآن الكرة بتعود للفريق الآخر.
جميل الكرة البينية من بنزيما. أوهو، الكرة ترتد من العارضة، تمنعها من دخول الشباك. حاول ريال مدريد الوصول للمرمى والعودة في النتيجة، لكنها العارضة كان لها رأي آخر، حرمت الميري. موسيالا، رائع كورتوا في ردة الفعل الكبيرة. بايرن ميونخ يجري تغييرا في فريق الآن، بتروح لديلاخت. كيميتش بيرسلها، كرة بين يدي حارس المرمى. انطلاقة هجومية من جانب فينيسيوس وآمال كبيرة معلقة عليه. سومر يتصدى بسهولة. دخلنا الآن إلى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، والضغط يزداد أكثر على ريال مدريد من أجل العودة في النتيجة. واضح جدا بأن هناك مشكلة في الطريقة الهجومية المتبعة في هذه المباراة. فشل هجومي حتى الآن في التسجيل. كنابري، إنقاذ رائع للتسديدة. تمرير يتم الآن في صفوف نادي بايرن ميونخ. عرضية إلى غوريسكا، تكتب نهاية للخطورة في هذه اللقطة. استغلال جيد للجناح من الفريق الملكي. الله، العارضة تبعد الكرة من الدخول. تدخل سليم، الكرة إلى رمي التماس. أوهو، ضاعت الفرصة وضاع التعادل على ريال مدريد. دقائق أخيرة قاسية هنا على الميرينجي الذي يصارع الحظ والوقت الآن. على ما يبدو سيكون هناك محاولة أخرى هنا الآن. تدخل قوي في اللقطة. 6 دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. فرصة للتقدم الآن من جديد. أوهو، تصدي مستحيل. يا الله على مباراة ولحظات أخيرة مثيرة. التعادل ما زال ممكنا. ضاعت الكرة من لوروساني. ليروساني، اعتراف بدون مشاكل. سانيه، تصل إلى ألفونسو ديفيز. الكرة لامست المدافع وبالتالي الحكم يحتسب ضربة ركنية. وصلت لأوباميكانو. تنطلق صافرة نهاية المباراة معلنة خسارة ريال مدريد اليوم ووقوعها في الفخ في أولى جولات مرحلة المجموعات للجمهور.